من كام يوم عملت فيديو واتكلمت قلت الزمالك داخل الميركاتو متاخر، الزمالك داخل الميركاتو متاخر بشكل كبير جدا. اتفاجئت ببعض الكومنتات من الناس يقول لك يا عم الاستعجال ليه، احنا نستعجل ليه؟ لا، الناس كلها بتستعد للموسم الجديد من دلوقتي، الناس كلها بتعمل صفقات من دلوقتي، كل نادي فيه مدير فني موجود شغال. الزمالك بلا مدير فني، بلا اي خطط، بلا اي استعدادات، بلا اي حاجه. اللي هياخد قرار في الصفقات واللعيبه حتى الان وفقا للاخبار اللي طالعه والكابتن ميدو والكابتن حازم امام ومعاهم كابتن ايمن عبد العزيز، كامل الاحترام للثلاثه. هتتعاقد مع مدير فني بكره، ممكن كل اللعيبه اللي انت تعاقدت معاها هيعمل لك عليها اكس ويقول لك انا مش عايزها. فانت متاخر في كل حاجه، في كلام عن بطوله عربيه الفتره الجايه، في كلام عن استعداد الموسم الجديد. انت فين من كل ده؟ لا، انت متاخر ومتاخر جدا. تعال اوريك فرق الدوري المصري بتستعد ازاي. الاهلي عنده كاس عالم للانديه، وزي ما قلت في الفيديو اللي فات هيرجع يعمل صفقات محليه تانية، مش هيكتفي باللي عنده. تعال اقول لك فرق الدوري شغاله ازاي. تعال. أمارة كيتا لاعب منتخب سيراليون تحت 20 سنة، باك شمال جيد جدا، لعيب واعد جدا، بينضم رسميا لنادي زد. نادي زد تعاقد مع اللعيب، اتفرجوا عليه الناس، تعاقدوا معاه بشغل على طول، ناس شغالة. غنام محمد اللي الزمالك موقع معاه من فترة طويلة، طبعا الدنيا نايمة ومحدش بيتكلم ومحدش بيتفاوض. غنام محمد خلاص بيصل لاتفاق رسمي مع نادي زد، وبينضم ايضا لنادي زد. دعم كبير نص ملعب، لعيب جيد في وسط الملعب، هينضم لكتيبة زد، هيعمل معاهم شغل جيد جدا. وزد بيضم لعيب تاني، ولسه زد شغال على صفقات كتير. تقارير كتير ربطت محمد علاء حارس مرمى الجونة، اللي بالمناسبة ظهر بشكل أكثر من رائع في الدوري الفترة اللي فاتت. تقارير كتير ربطته بنادي الزمالك، ولكن نادي سيراميكا كليوباترا بيرسل عرض رسمي لنادي الجونة من أجل التعاقد مع علاء، وعلاء يقترب بشكل كبير جدا من الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا. صفقة جديدة كانت على رادار الزمالك وبرضه طارت. عماد حمدي لاعب الإسماعيلي، عقده انتهى مع الإسماعيلي والراجل بينضم خلاص لنادي مودرن سبورت. اللعيبة أيضا اللي اسمها ارتبط كتير بنادي الزمالك هو محمود ممدوح، لاعب نادي حرس الحدود. الزمالك كان موقع معاه الانتقالات اللي فاتت، وكلام كبير كان الزمالك يقترب، لكن اللاعب ب 25 مليون جنيه خلص اموره مع نادي مودرن سبورت ايضا. حتى احمد بالحاج لاعب سيراميك كليوباترا جاله عرض من نادي مصلال القطري، واللاعب يقترب من الانضمام للدوري القطري. هشام محمد لاعب الاسماعيلي خلاص خلص كل حاجه مع نادي وادي دجله، واللاعب سيرتدي تيشرت وادي دجله اليلو بلاك زي ما بيقولوا بدءا من الموسم الجديد. نادي البنك الاهلي طالب 2 لعيبه من النادي المصري، اولهم ميدو جابر وتانيهم محمود حماده لاعب وسط الملعب، والاثنين لعيبه قد يظهروا بشكل كبير الموسم الجديد بتيشيرت نادي البنك الاهلي. خلينا نشوف ونتفرج. محمود دعبسة هداف دوري المحترفين واحد اللاعبين الجيدين جدا في دوري المحترفين الموسم الماضي مع نادي كهربة الاسماعيليه اللي صعد بالمناسبه للدوري الممتاز، بينضم رسميا لنادي المقاولين العرب. محمد حمدي زكي فاكرينه، الراجل بينتقل رسميا لنادي حرس الحدود. محمد جابر لاعب غزل المحله ايضا ينتقل لنادي حرس الحدود. كل الانديه بتدعم، كل الانديه شغاله بشكل جيد. يا عم ده حتى على مستوى مدربين، نادي الاتحاد السكندري زعيم الصغري بيستقر على تعيين احمد سامي مدربا للفريق. يعني كل الادارات شغاله. خلي بالك نادي الاتحاد محمد مصلحي مشي رئيس النادي، قدم استقالته مش موجود، في ناس بتدور النادي، وبيتعاقدوا مع احمد سامي مدير فني وهيمسك نادي الاتحاد بدءا من الموسم الجديد. من ضمن الاسماء ايضا اللي ارتبطت بنادي الزمالك هو الحارس محمد ابو جبل. محمد ابو جبل كلام ان ميدو كان محتاج يجيبه الزمالك ومصر انه يجيبه الزمالك، لكن محمد ابو جبل عقده خلص مع البنك الاهلي وبيوقع رسميا لنادي مودرن سبورت بدءا من الموسم الجديد. مش عامل لك الفيديو ده عشان اقول لك اللعيبه اللي طارت من الزمالك دي كانت اللعيبه السوبر اللي كانت تنقل الزمالك من تحت لفوق مثلا، لا خالص. انا بقول لك عامل لك الفيديو ده عشان اقول لك الناس كلها بتتحرك والناس كلها شغاله والناس كلها ماشيه بشكل متوازي مع فتره الاعداد اللي خلاص قربت بدء المنافسات بتاعه الموسم الجديد. لكن احنا محلك سر. الناس يقول لك يا عم استنى ما تستعجلش، لا استعجل وما استناش. اللعيبه الكويسه كلها هتطير منك خصوصا الاجانب. اللعيبه الكواليتي المحليه الكويسه هتتاخد منك، مش حدش هيستناك. انت واقف محلك سر حتى الان. لا عينت مدير تعاقدات رغم ان هو موجود المفروض، لا عينت مدير فني، لا جبت لعيبه، لا بعت لعيبه، لا مشيت لعيبه. والاخبار من النادي طالعه في حاله سكون تام بشكل كبير. لعل المنع خير، ولعل ادارتنا موجوده وشغاله مش نايمه في سبات عميق. اتمنى ان انا في الاخر اطلع غلط، واتمنى ان الزمالك يعمل ميركاتو قوي وندخل الموسم الجاي بشكل جيد. ربنا يستر.